السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نحكي بشكل سريع في هذا الريل يا اخوان، لماذا خسر ريال مدريد ولماذا نجا برشلونة. اللي عمله ريال مدريد يا اخوان في هذه المباراة باختصار شديد هو انه تشابي الونزو قام برهان، الرهان هو انه الشوط الاول يلعب متقبل للعب، يرجع على مناطقه ويلعب على المرتدات وسرعة لاعبيه ومهارتهم الفردية، وان يقبل اللعب، تقبل اللعب مع اقوى فريق هجومي في العالم. والشوط الثاني الرجل غير الستايل تماما بانه لعب الند للند ومسك كرة. الغريب في الامر انه الشوط الاول مع قوة برشلونة الهائلة الهجومية صمد دفاع ريال مدريد صمود منيح لا بأس فيه، بس مع ذلك لابد أن ينهار أمام أقوى هجوم في العالم. بس ريال مدريد يلعب على رد الفعل، ريال مدريد استطاع أن يخرج من كبوته. شفنا 4 فرص في الشوط الأول على مرمى غارسيا، تألق فيها خوان غارسيا وأساءوا هم الفينش، بس مع ذلك لما سجل الريال سجل هدفين عكس مجريات اللعب تماما. شفتوا كيف؟ الهدف الأول مهارة فردية خارقة من فينيسيوس اللي كان مستواه عالي جدا، هذا هو نسخة فينيسيوس أفضل لاعب في العالم لما كان. مهارة فردية بهدل فيها كوندي وكوبارسي، كوندي اللي هو يعتبر واحد من أفضل أظهرة اليمنى في العالم والأغلى على الإطلاق والأعلى راتب، وكذلك عندك كوبارسي بهدلهم الاثنين وسجل هدف بضحك في مرمى برشلونه. ليش؟ لان دفاع برشلونه كوميديا. انا ليش بقول برشلونه نجا؟ هو فاز، بس ورب الكعبه انه نجا مع جبروته وقوته، ولكن دفاعه يا اخوان. القاسي نعم قدم مباراه جيده، ولكن ما اسهل ان تضرب برشلونه. تخيل مع قوه هجومك ما اسهل ان يتلقى فريقك اهداف، انت كان ممكن يتم قتلك. برشلونه بالامس مع قوته وجبروته وسيطرته ورغبته بالفوز الا انه نجح. برشلونه سجل هدفين وكان ممكن يزيد اكثر من ذلك، والفريق الاكثر رغبه في المباراه كان برشلونه ما كان ريال مدريد. برشلونه الذي خسر في الدوري قبل 3 شهور يريد ان يعوض ذلك. الشوط الثاني لما صار لعب متوازن والمدربين الاثنين غيروا خطتهم، المهاجم بات اكثر توازنا واللي كان مدافع انطلق للامام شوي ومسك الكره اللي هو تشابي الونزو. النتيجه بعد ذلك هديت المباراه، قل حماسها واستطاع برشلونه ان يسرق هدف الفوز في الشوط الثاني. فاز الفريق الافضل اللي هو برشلونه في هذه المباراه لانه يريد الفوز، هو اكثر رغبه بالفوز، ورهان تشابي الونزو ما كان في محله. طبعا بيلينغهام ضاع ما بين الهجوم والدفاع، يعني تشابي الونزو في الشوط الثاني لما اقحم اللاعبين اصحاب النزعه الهجوميه اردا جولر وماستنتونو ومبابي كلهم اصحاب نزعه هجوميه، فاضطر بيلينغهام انه يلعب ما بين الدفاع والهجوم، فقدم مباراه متواضعه لم يفعل فيها اي شيء بيلينغهام على الاطلاق. خسر ريال مدريد، نجوت بهدفين، واحد بمهاره خارقه والثاني سرقته من كورنر. ريال مدريد ما كان جيدا يا اخوان، ما كان جيد على الاطلاق. لحظه، في برشلونه تالق خوان غارسيا، إيريك غارسيا قدم مباراه عالميه، ديونج كان خارق رغم الطرد. دائما بقول يعني والله من ايام بي ان سبورتس من 7-8 سنوات وانا اقول هو كالذي يمسك الملعقه، الطباخ الذي يمسك الملعقه ويحرك الاكل هو بيحرك اللعب. ديونج فيرمين لوبيز فاجأني بصراحه، كان مستواه طاعون سيء غايب مش موجود وكانه مريض. اولمو نزل غير الدنيا. طبعا لامين يامال لعب واجاد وفي نفس الوقت استهزأ واكثر من ذلك، بس ما كان له الاثر الكبير في المباراه. رافينيا يا اخوان، رافينيا شفتوا ليش رافينيا يا ليش يا محمد اعطيت رافينيا جائزه افضل لاعب في العالم؟ ارجعوا للحلقه وشوفوا يا اخوان، تكلمت الكثير فانصفت. وليفاندوفسكي في الهدف الثاني لمسة قناص فنان، وما انظف وما اجمل الكره في قدم بيدري، خارق مش عادي. تنظر له واحد بيجيبه طلع عليه لاول مره بقول لك هذا لعب مش عادي، فنان.